طيب ندخل على الإكسبريس عشان خاطر نعرف نتكلم في النقطة الأهم، وهي المنتج على علي إكسبريس. مثلا هنا لو احنا هنقول مثلا العدسات الخاصة بالآيفون، هنا لو بصينا على السعر احنا تقريبا قلنا في المحاضرة اللي فاتت بنعرف الأسعار ازاي نقارن ما بين علي إكسبريس وعلي بابا. طيب هنا السعر عامل 380 جنيه، يبقى احنا اتفقنا ان علي اكسبريس ان هو ما هو الا انت بتقدر من خلاله تشتري. طيب انت كواحد بتشتغل بطريقه الدروب شيبنج او الافلييت، هنا عايزين نعرف الستور اللي هو بيبيع المنتج ده. طيب بنبص على الستور اللي بيبيع المنتج ده، بنيجي هنا مثلا بنشوف بيانات المتجر اللي هو بيبيع لك المنتج ده من على المنصه. طيب هنا بيقول لك التقييمات البائع، بيديك التقييمات بتاعته، هنا بيديك رقم المتجر اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، بيبقى سيريال نمبر خاص بيه. حصلت مشكله في البرودكت اللي انت اشتريته بتتواصل مع علي اكسبريس بيظبطه لك يعني، فانت ما تقلقش من الموضوع ده، بيقدر يلوي دراعه. يعني انت دلوقتي عامل لي مشكله مع العميل اللي هو بيثق فيه علي اكسبريس، فانت كده عامل لي مشكله معاه. هنا بيقول لك طبعا موقع الصين، وهنا بقى بيقول لك ان المتجر ده اشتغل من امتى، من 10 ابريل 2021. وهنا لو عايز تعرف بيانات اكتر والكلام ده كله، فهنا المتجر خلينا نقول ان هو كويس يعني من 21، يعني هو بيشتغل بقاله كده داخل على الاربع سنين او الخمس سنين، فدي حاجه كويسه انه متجر قديم مش جديد يعني، فهو يعني حاجه كويسه. هنا بيقول لك الاصدارات اللي خاصه بالايفون، فانت بتختار الاصدار بتاعك، وبرضه بيبقى الاسعار مختلفه تقريبا، ممكن يكون مغير الاسعار. يعني مثلا لو عملنا كده تقريبا هو السعر واحد، هو عامل الكل سعر واحد. وهنا طبعا الشحن بيكون عن طريق علي اكسبريس، وبيكون ب 139 جنيه، والتسليم من 14 ل 19. يعني بيقول لك هيوصل لك من 14 يناير ل 19 يناير، يعني ممكن لحد 20 تلاقي الاوردر بتاعك وصل. وبتنزل لتحت هنا خالص كده بتبص تلاقي برضو البيانات الخاصة بالمنتج اللي انت عايز تشتريه. انا بتكلم دلوقتي على انك كاستمر او على انك عميل بتشتري. هنا بقى الصورة هتلاقي صور كتيرة مثلا عن البرودكت ده أو المنتج ده، بيديك مثلا يعني صور توضيحية للمنتج والكلام ده كله. طيب شوف أنت عميل دلوقتي بتتفرج على المنتج ده، أنت عميل دلوقتي بتتفرج على المنتج ده، نفس نظرتك كعميل دلوقتي خلينا نخليها ادفانسد أكتر، نقول نظرتنا تبقى كحد هيشتغل دروب شيبنج. يعني أنا دلوقتي عايز أبيع المنتج ده، بدخل نفس الكلام بشوف السعر. طبعا انا بكون عملت سيرش قوي جدا وجبت اقل سعر كمان، يعني انا ما يعني انت ما بتدخلش كده مره واحده، لا انت بتدور وبتشوف اقل سعر والكلام ده كله. يعني مثلا لو قلنا مثلا عدسه كاميرا موبايل ايفون مثلا، ولو بصيت هنا هتلاقي بيقول لك 19 جنيه، فخلينا نشوف هو ايه اللي ب 19 جنيه، اللي هي العدسه دي او الزجاجه اللي بتحمي العدسه. لو جينا هنا كده بيقول لك 380، فرق شاسع طبعا. خلينا نشوف الستور اللي هو شغال او المورد اللي هو بيبيع المنتج ده. هنبص هنا نلاقي اسم التاجر، وهنا الرقم بتاعه، وهنا الموقع الصين، وهنا متاح من مارس 19 2020. طب ده حاجه كويسه جدا. فهنا بيديك برضو، خلينا نشوف برضو العدسه. طب والله جميل جدا. فبص انت لقيت سعر عامل ازاي، 19 يعني 20 جنيه، انت بتشتري الزجاجه دي ب 20 جنيه، فانت هنا في فرق شاسع يعني. الشاسع ايه ده كل الفروقات. فكمان بيديك مثلا اصناف معينه يعني، وطبعا هنا السعر غير طبيعي، فانا بصراحه مستغرب شويه، ولكن مفيش مشكله يعني، ممكن نكلم المورد او ممكن كمان نتعامل معاه مره ونشوف الموضوع ده. فهنكلم المورد ازاي، بندخل على الستور بتاعه كده. فاحنا بالفعل كده دخلنا عند المورد او المتجر او الستور، فبتشوف كمان حاجات كتيره جدا تقدر تتعامل معاه بقى. يعني انت شفت اسعاره، فمثلا الجراب اللي هنا مثلا سعره 26 جنيه، بيبيعه ب 26 جنيه. هنا مثلا السكرين هنا بيبيعها ب 42 جنيه. فنفس الكلام هنا دي ب 19 جنيه، هي نفس العدسه والكلام ده كله. والاصدارات يعني انت لو بصيت هنا كده هتلاقي بيقول لك 11 و 11 و12 و13 و12، هو معاه لحد 15، يعني معاه لحد 15 برو ماكس، فحاجه كويسه برضه. فلما تدخل هنا كمان نفس الكلام تبص على المتجر بتاعه تلاقي حاجات كتيره جدا باسعار غريبه جدا. ولو بصيت كمان هنا هتلاقي يعني 5 نجوم تقريبا، 5 نجوم 5 نجوم 5 نجوم يعني، لا هو شغال نار. انا كمان هحطه في المفضله يمكن احتاجه كمان. هنا لو بصيت هنا هتلاقي عنده خصومات، يعني احصل على الخصومات هو عاملها. هنا لو عايز تشوف التعليقات كلها. طيب نتواصل معاه ازاي؟ بتتواصل معاه اتصل الان، فانت بتتواصل معاه من هنا، فبتقدر تكلمه على المنتج اللي انت شفته، وبتبعت له اللينك او بتبعت له الصوره الخاصه بالمنتج. طبعا هنا بيظهر لك الشات، تقدر تتواصل معاه دايركت وحد من الموظفين او هو بنفسه،
ممكن حد من الموظفين هو مورد، فممكن حد من الموظفين يتواصل معاك وتفهم منه التفاصيل اكتر وازاي اقدر اشتغل معاك. وكمان عشان خاطر تشتغل كدروب شوبينج، عشان خاطر نمشي في الحته الحلال، لازم نتواصل مع المورد عشان خاطر يبقى عارف ان انا شغال معاه. لكن ان انت تبيع والكلام ده كله مش هيكون الطف حاجه. وكمان بتوصل لمرحله ان انت اللي مش لازم يعني تدفع، يعني فاهم؟ فانت ممكن تفضل تبيع عن طريقه او عن طريق المتجر بتاعه، تفضل تبيع تبيع تبيع، وفي الاخر الشهر انت متفق معاه ان انت بتحاسبه، فانت قديم عنده، فخلاص بتقدر تتعامل معاه بالطريقه دي. فاحنا بنتكلم عن الموضوع كجنرال، او بنتكلم عن ان انت لو احنا هنشتغل على علي اكسبريس. طيب علي اكسبريس ازاي بيتم ان احنا نشتغل بيه لو انا ما قلتش الكلام ده قبل كده في المحاضره او في بدايه المحاضره؟ طيب انت هنا لما بنعمل اكستنشن او اضافه معينه الخاصه بالمنصه اللي احنا هنبنيها وهتكون فري كمان، ازاي بنقدر نعمل لينك ما بين على اكسبريس والمتجر بتاعنا او الستور بتاعنا اللي احنا بنيناه، واوتوماتيكلي الموضوع بيشتغل. انت بس لما بتضيف الاكستنشن بتاعتك بتظهر لك هنا اضافه، او بتظهر هنا او بتظهر هنا، يعني هي بتظهر في اي جنب من الجوانب دي عموما يعني. بعد كده المنتج ده مثلا، خلينا نقول المنتج ده عجبنا، فاحنا مثلا بنقول ايه؟ يعني تمام تم، فبيترحل عندك على المتجر بتاعك. طبعا كل الصور اللي انت شايفها دي كلها بتروح عندك، وهنا الداتا بالاسعار بكل حاجه بتروح عندك. تمام. طيب انت بتعمل ايه هناك في المتجر بتاعك؟ بتحسن بقى الصوره. يعني الصوره دي بحط اللوجو بتاعي، وهنتكلم ان احنا ازاي نعمل اللوجو الخاص بينا او الخاص بالستور بتاعنا، وازاي نعمل بوستاتنا وتصميمنا والكم كله احنا بنتكلم على كل اللي جاي ان شاء الله. طيب لما بيروح يترحل لكله، انت من احسن والافضل ليك ان انت تحسن الجوده بتاعتك. يعني الصوره دي مثلا لو هي مبكسله تعدلها، وهنتعلم ده ازاي. نبحث على صور افضل ازاي، وهنتعلم ده ازاي ان احنا نبحث على الصور الافضل. ولما يترحل انت بقى بتحط هامش ربحك. طبعا هو سعر هنا 19 جنيه، فهو كلام فاضي. لما نبيعه مثلا ننافس بيه قوي كمان، نبيعه مثلا ب 80 جنيه، لا ده انت كده كسبان. شوف قد ايه اضعاف اضعاف، و80 جنيه ده رخيص جدا يعني كمان بالنسبه للسوق اللي انا شايفه. فانا بديلك العدسه بشكل كبير جدا ان انت تشوف ان انت لو عايز تادفانس اكتر في الشغلانه دي، فانت تقدر تشتغل ازاي. خلينا نقول ان احنا فيما بعد ممكن نابديت في المنصه بتاعتنا ونركن البلاتفورم اللي احنا نشتغل عليها. خلينا نتفق اتفاق ان انت لما تيجي تشتغل على علي اكسبريس، من افضل الاماكن اللي تشتغل فيها العلي اكسبريس عموما امريكا، كندا، اسبانيا، استراليا، الدول دي ده افضلهم. ليه بقول لك كده؟ خليني اقول لك كده عشان خاطر موضوع الشحن بيتاخر قوي. يعني مثلا انت هنا بقول لك من يوم 14 ل 22، انا هنا لما بطلب اوردر مثلا من نون او امازون، لما بيقول لي 3 ايام ببقى متضايق. 3 ايام ليه؟ فحتى لو السعر رخيص او مش غالي خالص والموضوع لقطه وعجبني، لا كمان بتضايق. اللي هو انا عايزه دلوقتي، يا ريت لو بكره لو ينفع، خلاص ممكن اكنسله عادي. ببقى خلاص صرفت نظر مثلا، او انا مش عامل حسابي دلوقتي خلاص. انا دلوقتي معايا مثلا الفلوس، يعني معايا مثلا ثمن الحاجه دي. تمام. فبالكتير خالص بكره، وبالكتير خالص خالص بعد بكره. فهتقول لي يعني النهارده مثلا الحد مثلا، وتقول لي يوم الجمعه تستلمه، فهنقنق في الكلام كده ومش يعني خلاص مش مضطر يعني. فانت ليه تخسر عميل زي كده؟ فانت بتبقى عامل كامبين مثلا وصارف عليها، وانا دخلت، والدخله اللي انا دخلت بيها دي رساله، دي رساله انت دافع ثمنها كصاحب الكامبين، او صاحب البوست، او صاحب البيج اللي انت رفع عليها المنتج بتاعك. فاي حد بيدي لك رساله، بيدخل لك رساله، انت دفعت ثمنه. ده غير نسبه المشاهده والكلام ده كله هنتكلم عليها قدام. ولكن انا مش عايز اخسر العميل اللي دخل لي ده، فاظبط موضوع الشحن عندي. فاظبطه ازاي؟ في ان انا نشتغل على البلاتفورمز المختلفه اللي احنا هنتكلم عليها، لان احنا كده كده هنشتغل في الدول العربيه مبدئيا. وفيما بعد ممكن ادفانسد الموضوع اكتر، او نابديت الموضوع اكتر، ان انت ازاي تشتغل في البلاد دي وعن طريق علي اكسبريس. عايز اقول لك كمان ان انت فيما بعد لما هتفهم الموضوع، انت تعرف ان الاضافه اللي انت بتضيف بيها علي اكسبريس على المنصه بتاعتك، انت تعرف ان الاضافه دي سعرها دلوقتي يجي 280 او 250 دولار. سعر الاضافه دي، سعر الاضافه اللي هو اوتوماتيكلي ان هو يرحل من الالي اكسبريس يودي لك على المنصه بتاعتك، ويبقى عامل رابط او لينك ما بين المنصه بتاعتك والعلي اكسبريس، ويطلب الاوردرات. اللي يطلب اوردر بتتم دايركت هنا وبتسمع عنده وبيشحن على طول. يعني هو بيشحن فورا عند اي، يعني خلاص الزبون او العميل دفع وجات في حسابك، هو فورا بيسمع هنا وبيبعت على العميل على طول الشحن. فانت مش حاطط ايدك في اي حاجه، الموضوع شغال اوتوماتيكلي بشكل عام يعني.
فدي الاضافه دي اصلا بفلوس، فالمنصه اللي احنا هنبني عليها المتجر بتاعنا بتوفر لنا ده. يبقى احنا عرفنا علي اكسبريس نقدر نشتغل منه ازاي. طبعا انت هتشتغل بطريقه احترافيه اكتر في ان انت هتشوف الصور يعني، وتبحث زي ما انا بحثت زي كده، وتشوف مثلا هنا يعني، شوف انا شايف اسعار غريبه يعني، شوف هنا السعر بيبيعه بكام وهنا السعر بيبيعه بكام. انا هاخد اللينك ده بصراحه وهضيف الشخص ده عندي او المتجر ده عندي، لا هحتاجه فيما بعد يعني. وهنا اتكلمنا على موضوع علي اكسبريس وعلي بابا بشكل مختصر، وهو بالحقيقة ممتع جدا وسهل جدا، مش صعب زي ما ناس كتيرة بتصعب الموضوع. هو الموضوع سهل جدا وتقدر من خلاله تفهم الدنيا ماشية ازاي. اي نعم احنا هنشتغل على البلاتفورمز مختلفة، ولكن انا بجيب لك الموضوع ماشي ازاي اصلا، وانت تقدر تعمل ايه فيما بعد كمان. انا مش عايزك لما تيجي تبدأ على علي اكسبريس اصلا، وده مش صح. انا عايزك تبدأ على البلاتفورم اللي احنا هنشتغل عليها، وعلى فكرة هتربح منها وتبقى شغال تمام والدنيا تمام، وهتبقى مبسوط كمان. ممكن كمان ما تحتاجش اصلا، بس تبقى فاهم. يعني ممكن ما تحتاجش مثلا علي اكسبريس او تشتغل من علي اكسبريس، لان في كذا بلاتفورم يعني برضه غير علي اكسبريس، ولكن الاقوى علي اكسبريس. ليه اقوى علي اكسبريس؟ علي اكسبريس في البدايه خالص كان في الاول ما بيشتغلش مع اللي بيشتغلوا دروب شوبينج اصلا. يعني هو في البدايه كان بيبيع للعملاء فقط، فهو عارف موضوع الدروب شوبينج بشكل يعني اكتشف الموضوع ده زمان، فشاف ان ايه ده، لا ده في سوق تاني وفي ناس تاني وفي عالم تاني بتبيع لي، فعمل اضافه لعلي اكسبريس، ان انت تقدر من خلال الاضافه دي تودي على المتجر بتاعك على طول. في الاول ما كانش فيه الكلام ده، فهو خلاص بقى بيراعيك انت قوي يعني، هو بقى شايفك انت محقق له المبيعات بشكل قوي جدا اصلا. لان انعكست الايه شويه، خلت المنصه الناس اللي بتشتغل بدروب شوبينج او الافيليت بتدخل تشوف المجال اللي هتشتغل فيها وتخش على علي اكسبريس. لكن انا مثلا كعميل، اقرب حاجه ان انا مثلا ممكن اعملها بدخل على موقع اسمه تيمو. تيمو دي بقى منصه برضه في الصين ومنافسه جدا ولسه جديده اصلا، ومنافسه جدا لعلي اكسبريس وكذا منصه كتيره جدا، ومنافسه بشكل قوي جدا كمان. الاسعار فيها غريبه جدا يعني. فانا لو انا في امريكا او في اي دوله مختلفه اقدر فعلا اشتري من المتجر ده مش من علي اكسبريس، لان الشحن عنده فورا. وكمان لو المشكله او المنتج فيه مشكله بيرجعه لك، وبيرجع لك الفلوس بتاعتك وبيديك المنتج مجاني يعني، انت متخيل؟ فلا ده موقع قوي جدا وبينافس بشكل قوي جدا. فانا بصراحه ممكن اشتري من المتجر ده افضل لي يعني. انما زي ما اتفقنا ان علي اكسبريس هو راح لحته اكتر الناس اللي بتشتغل كدروب شيبينج او بتشتغل كافيليت، والموقع يعني مبسوط بالنقطه دي كمان يعني. فكمان تقدر من خلاله كعميل تشتري، وتقدر من خلاله كحد تاجر تبيع منه. يعني الموضوع سهل. ولكن ننوه على النقطة اللي أنا اتكلمت فيها برضو، إن أنت لما تيجي تشتغل على علي إكسبريس عموما يعني، فلازم تتواصل مع المورد، عشان ممكن أول حاجة ممكن تظبط سعر معاه أكتر من ال 19 جنيه اللي إحنا شفناها دي مثلا. يعني شايف هنا 19 جنيه، إحنا ممكن نتكلم في 15 جنيه نطمع عن المشكلة يعني. وممكن يكون ده آخره، مش هيديلك سعر عن كده. ونفهم موضوع الشحن منه يعني. طيب الشحن مجاني، طب شامل ايه؟ طيب لما اوصل للعميل بتاعي يوصل في قد ايه؟ طيب هل العميل بتاعي هيدفع حاجه تاني؟ ونتكلم في النقط دي معاه. طيب يعني هي 19 جنيه 19 جنيه يعني يا سيدي 20 جنيه، هي 20 جنيه خلاص يعني. طيب عشان اقدر احط التكلفه بتاعتي بتاعت الكامبينز اللي انا هشتغل عليها ومجهودي كمان احطه كمان. فلما بنتواصل مع المورد فبنتكلم في النقاط دي، وبندخل على النقطه التانيه ان احنا كده بنستأذنه ان احنا هنشتغل معاه. فده حاجه بتكون حلال، ان احنا ما بنبيعش حاجه بدون ادراك صاحب البرودكت او صاحب المنتج. بس كده فالموضوع ان شاء الله هيكون سهل معاك ومش صعب. وان شاء الله ندخل على نتعرف بقى على البلاتفورمز المختلفه اللي احنا المفروض هنبدا من عليها. بس هنتعرف عليها وبعد كده هندخل على مراحل كتيره جدا ازاي نختار المنتج والحاجات دي كلها. طيب خلينا نتكلم في برضه موضوع اختيارات المنتج. اختيارات المنتج برضه هنتكلم على ادوات لاختيارات المنتج، وادوات مجانيه وسهله جدا يعني. ولكن دي بتفيد اكتر بصراحه في موضوع علي اكسبريس، ان انت بتعرف البرودكت اللي شغال ايه وترند ايه للاجانب. ندخل على علي اكسبريس نشوف المنتج ده، وطبعا نعمل احصائياتنا ونجيب مثلا السعر اللي احنا عايزينه، ونكتشف سعر حلو قوي ونروح نشتغل مع المورد نكلمه وناخد البرودكت ده والصور بتاعته. احنا مش هناخد حاجه، احنا بناخد الصور بتاعته ونروح بعد كده ننشرها في الموقع بتاعنا، وبعد كده بننشر في المنصات بتاعتنا او السوشيال ميديا بتاعتنا، وبنرفع الكامبين والكلام ده كله، وبنجيب منها نتائج كويسه يعني. اتمنى تكون المحاضره دي افادتكم بشكل قوي جدا، ان انتوا تبقى عارفين اساسيات الموضوع بشكل ماشي ازاي، عشان ندخل على اللي بعديه ونتكلم فيه بشكل اوسع واوسع، ونعرف الادوات بتاعتنا اللي هنستخدمها وازاي نبني المنصه والكلام ده كله. هنتعرف ان شاء الله على البلاتفورم اللي جايه،
واللي هنتعامل معاها في الدول العربية، وهنختار مثلًا دولة من الدول اللي إحنا نشتغل فيها، مثلًا ممكن الكويت، ممكن العراق، ممكن مصر، ممكن الإمارات، ممكن السعودية، حسب الدولة اللي إحنا هنشتغل فيها. وطبعًا هنتكلم عن حاجات كتيرة جدًا إن شاء الله. السلام عليكم.